الاعتصامات والاضرابات التي يسار بها الجميع والتي اطاحت بالشارع المصري بالكامل الان امام حي الوراق. موظفين حي الوراق يضربون ويعتصمون من اجل رئيس حي الوراق الذين يقولون انه اعمل انجازات واشاد بالحي وما يصل من الحي من انجازات. والان مع هذه الاضرابات ومع موظفي حي الوراق وما يقولونه بالسيد رئيس حي الوراق السيد عز الدين، معانا الاستاذ نكير دلوقتي رئيس حي الوراق. راجل على خلق عالي جدا، راجل محترم، راجل ما جبناش منه كل طيب كل خير، مش حرامي وده على حقوق الموظفين، بيجري على حقوق اكتر من كده بكتير احنا عملنا ده مش حاجه، لان لما تبص للاحياء اللي بره حد رسال مدير الإسجالات. رئيس إدارة الإسجالات بحي الوراق من ضمن المعتصمين راجل ما يمشيش لانه صراحه عامل شغل غير عليه، لازم ينزل ورا ينزل يبص عليه. ده مش وحش، يمشي كل واحد لسه هيتعلم. ده راجل محترم وراجل عامل شغل ورا، اقول له بص اللي عايز وراه بص واقف في لنا حقوق يا عم رسول، جاب لنا حقوق مصر وراجل اساسي. الحاجه الثانيه ان هو اي حد مش مشكله هو محترم نفسه. واحنا كموسميين بقى لنا 11 سنه في الحي ما حدش جاب لنا حاجه كده هو وما كملش واقل فتره. إدارة الوراق الإنجازات اللي واضحة هي بالنسبة للإدارات اللي بتشتغل دايما في الشارع. هو الراجل الإنجازات راجل محترم وبلا كلها بتشتغل كل يوم ونفس الوقت الراجل بيعمل والله مرور في نفس الوقت مفيش أي حاجة موجودة في الورق ما ينفعش الراجل ده ينزل صراحة طبعا ورا فاضية ما ينفعش. اقول له ان محافظ هل المسؤولين في مصر رأي ثاني غير الموجود؟ هنعرف من حي الوراق من الذين يريدون بتضحية السيد عزت الصرصة لحي آخر ويتمسكون به في حي الوراق. أستاذ خالد، إيه هو الدور أو ليه الاعتصام الموجود؟ دلوقتي حضرتك يعني العزة بقاله شهرين، العزة دلوقتي بقاله شهرين شغال هنا. ماشي، أنا عن نفسي أنا ماليش معرفة شخصية بيه. فطبيعي المواطن ملوش معرفة شخصية برئيس الحي، بس تابعتها مع رئيس الحي اللي مشي قبل منه، كان بقاله سنتين ما عملش مدينة للوراق، أنا من أهل الوراق قبل ما أكون مواطن، ما عملش أي حاجة للوراق، وكنا بننادي عليهم ونقول له عايزين حتى عربية أنابيب، عايزين نتصل بالشركة، إن أنت كراجل مسؤول تتصل بالشركة، نقعد نبيع أنابيب كموظفين، نبيع أي حاجة للبلد بزنة البلد، ما كانش بينزل من مكانه خالص. الراجل من ساعة ما جه أنا بقول لك أقسم لك بالله العظيم ما أعرفه معرفة شخصية ولا حد كلمت عليه. ماشي؟ الراجل ابتدى ان هو ينزل وابتدى يعمل حملات وابتدى ينظم وابتدى يتعامل مع اللجان الشعبيه ويقعد معاهم ويا جماعه اهل البلد وعيله البلد كلها. يعني النهارده لما يجي راجل شغال عرفات وراح يقعد في حته ثانيه ازاي؟ هل ممكن يكون كده؟ شغال وراح يقعد في حته ثانيه. وانا بطلع على طبعا ما بتكلمش دلوقتي بوجود ولا بتكلم بذات مرتبات ولا بتكلم في اي طالب هنا بتكلم في حاجات عامه للبلد كلها. الراجل كده يشتغل واحنا بنقول للناس ذات المحافظ ان بعد اذنك شوف نظره للوراق، احنا محتاجين الراجل يقف معانا، محتاجين البلد واعي ومحتاجين حد يقف. دلوقتي احنا قدام برضه حي الوراق مع الاستاذ منير نائب رئيس حي الوراق. نائب رئيس حي الوراق، وبنقول له ايه الاعتراض الموجود دلوقتي والاعتصام الموجود دلوقتي في منير؟ ايه الهدف منه ايه؟ ده مده صغيره بس قاعد الحمد لله عمل بعض الحاجات احنا القيادات معاه حاسين بيها، كنا بس عايزين نقعد شويه. يعني النهارده شرف الراجل ان هو مشي، بس احنا كنا نتمنى ان هو يكمل معانا عشان يعمل على افضل حاجه. الحمد لله في الوقت بتاعه خير العمل وعمل حاجات احنا كنا سعداء بيها، وانا لو بيقدر معانا شغال الواحد اعرف القيادات عامه عارفه هو عمل ايه. شغل متعلق بالمحافظه متعلق بالبلد متعلق بالمرور متعلق بوحده صحيه متعلق بالمجتمع يعملوا زي دورين يعملوا تكنولوجي. يعني في شغل بس اديله المساحه بتاعته اللي هو يشتغل. ولسه الاسبوع الجاي ان شاء الله برضه بوجوده بذات المحافظ اللي هو عمل هيفتح الاسبوع الجاي ان شاء الله. ونتمنى يقعد شويه عشان يكون في شغل اكتر من كده. يعني نتمنى كل المجالات. دلوقتي الراجل ده استاذ محافظ الجيزه، عايزك تقول لي المحافظ مش حد يتكلم فيه، بس كل الكلام هنا كله كل الكلام ده كله تعبير عن حب
يكون الراجل والراجل شغال. انا اكتر الناس ماشي المحافظ ان هو يشوف الموضوع ده ويحل مشاكل المواطنين. الراجل ده عايز يبني البلد اولا، وبعدين النقل ده داخلي، النقل ده داخلي. انا طالبينه لخدمات البلد كمواطن من حي من الوراق وموظف بقالي 30 سنه في الوراق، وطالب سياده المحافظ ان الراجل ده يقعد انه عايز يخدم الوراق. عمل انجازات في وقت قليل، عمل انجازات في وقت قليل. الراجل بيتواجد لحد الساعه 1 بالليل. اول مره خميس وجمعه وسبت بيجي يواجد لحد الساعه 1 بالليل. شغل اهل الوراق، شغل ان هو حابب العمل في الوراق، فليه ما نديش فرصه ان هو ينتج للوراق حبا في الوراق واهالي الوراق. وبيعمل مركز معلومات للحي وبيعمل ورش في الحي وبيعمل شغل النظافه صح وليه؟ جيت هنا الراجل ده فتح ايديه وقال لي اقعد يا بنت وارتاح. خلاص هنشتغل المكان اللي رايح خلاص فتح الباب لكل الناس الراجل ده خياطه اللي في الباب ده بتشوف ده حطوا شمال فيها 30 رئيس مدينه. شمال فيها رئيس حبيبي يا عم حبيبي عملت كده 100 مره. انا بسجل خلاص وكتب لي اسم كتبت بيطالب بحقوق الناس وبيطالب بقدره لحي شمال. الفساد مش عايزين الفاسدين وبنطلب حقوقنا. لو سيادتك لو سيادة المحافظ مشكور يدينا حقوقنا خلاص مع راجل محترم زي ده الوراق هتنجز وهتنجز. انا واحدة من الثورة من بتوع التحرير واسأل الطنطاوي عني خلاص. انا من الثورة اسأل الطنطاوي عني خلاص. سجل مع الحاجة نعمة. عايز فين الحاجه نعمة؟ مش هنشتغل كلمني اتكلم التعليم قالوا بالمحافظ ان الاسم اتصل بالنبي. انا فين انا بقى؟ والآن بعد الخطة العارمة التي اجتاحت حي الوراق بسبب قرار رشاد المحافظ على نقل السيد عيسى القرصة حي الشمال ورجوعه لمكانه في حي الوراق. معنا الأستاذ إبراهيم عامر سكرتير الحي وله رأي آخر. أنت إيه رأيك في اللي حصل؟ الحقيقه هو ده يعتبر تعبير من المسؤولين. هذا التعبير يعتبر تعبير عكسي عما هو كان حادث قبل كده في الثوره السابقه برد المسؤولين والتنفيذيين والسياسيين على الثوره. الا ان هذا الرجل رئيس حي ممكن
كانت معلقة ولم يتم حلها. الحقيقة الراجل دوت عمل إنجاز خلال السنتين دول، وفي شتى مجالات مناحي المجالات هي الحي. على سبيل المثال وحدة بنود الولاء، مستشفى الولاء، عمل إضافة على مستوى الحي، على مستوى المسؤولين التابعين للحي. تم إنهاء كافة مشاكل النظافة مع المسؤولين وفي رفعها يوميا. بالإضافة إلى ذلك أنهى المشاكل الخاصة بخطوط تدعيم المياه سيدة عام سيدة محمد لجان المواطنين معترضين على مشيها خط 1200 وخط 600. الحقيقة هو بينزل على مستوى قاعدة المواطن نفسه وبيقعد مع المواطنين في الشارع نفسه بيحل المشاكل اللي موجودة على مستوى. اتفضل يا استاذ، حضرتك